السلام عليكم ورحمة الله. بات البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لبالميراس البرازيلي خارج حسابات مجلس إدارة النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي جرت إقالته بسبب تراجع نتائج النادي الأهلي. مصدر من داخل الأهلي: السبب الرئيسي وراء استبعاد فيريرا هو راتبه السنوي الضخم، إذ يتقاضى 8 مليون يورو رفقة بالميراس، وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي مبلغا مبالغ فيه ولا يتناسب مع خطط النادي في المرحلة القادمة. حسمت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قرارها بعودة منصب نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم في الفترة القادمة، في خطوة تأتي بالتزامن مع قرب الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت الذي سيتولى القيادة الفنية خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو. هناك جلسة جمعت الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي. شهدت اتفاق على إعادة المنصب الذي شغله في وقت سابق محمد شوقي قبل رحيله. الساعات الماضية شهدت طرح عدة أسماء بارزة داخل جدران القلعة الحمراء لتولي المنصب، أبرزهم محمد بركات وإسلام الشاطر ووليد سليمان عماد متعب، في ظل أن كل منهم يحظى بقبول كبير نظرا لما يمتلكونه من خبرات داخل وخارج الملعب. لكن هناك حالة انقسام بشأن توقيت الإعلان عن المنصب الجديد، إذ يرى البعض ضرورة إتمام الأمر مع الجهاز الفني المؤقت، فيما يفضل آخرون الانتظار حتى التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد حتى يكون جزء من المنظومة بشكل كامل. عماد النحاس يقود الأهلي مؤقتا وفرصة الاستمرار. كلف النادي الأهلي عماد النحاس بمنصب المدير الفني للشياطين الحمر مؤقتا إلى حين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، إذ أن استمرار النحاس في منصبه مرهون بتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة، وقد يمتد بقائه حتى فترة التوقف الدولي الخاصة بكأس الأمم الأفريقية. أما في حالة تعثر الفريق فستسرع الإدارة خطواتها للتعاقد مع مدرب أجنبي يقود الفريق في المرحلة القادمة. عماد النحاس ينتظر 4 مباريات صعبة في شهر سبتمبر الجاري، لأن ده هيكون شهر الحسم الذي سيحدد مستقبله في القلعة الحمراء، إذ يخوض الفريق 4 مباريات أمام كل من إنبي وسيراميكا وحرس الحدود والزمالك، ومن شأن تلك المباريات أن تحدد مصير النحاس مع الفريق بالفترة المقبلة. مواعيد مباراة الأهلي في شهر سبتمبر: الأهلي وإنبي يوم الأحد 14 سبتمبر 9 مساء، الأهلي وسيراميكا كليوباترا الجمعة 19 سبتمبر 9 مساء، الأهلي وحرس الحدود الثلاثاء 23 سبتمبر 6 مساء، الأهلي والزمالك الاثنين 29 سبتمبر 9 مساء. محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي سوف يعقد جلسة خلال الأيام القادمة عقب عودة الفريق إلى التدريبات مع أحمد عبد القادر لحسم موقف اللاعب من التجديد والرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية. كان عبد القادر قد رفض كل العروض في الميركاتو الصيفي وتمسك بالحصول على الاستغناء الخاص به من الأهلي ما دام النادي لا يرغب في استمراره. فيليب كليمنت يرفض عرض الأهلي لتدريب الفريق. كشفت تقارير صحفية اسكتلندية عن عرض مجلس إدارة النادي الأهلي للمدير الفني البلجيكي فيليب كليمنت لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي. وقالت صحيفة ذا هيرالد الاسكتلندية المدير الفني للنادي الأهلي رينجرز السابق فيليب كليمنت رفض عرض من الأهلي لتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء وهو بلا نادي منذ إقالته في فبراير الماضي. وأضافت الصحيفة نادي رينجرز اتخذ قرار بإقالة المدير الفني فيليب كليمنت بعد تراجعه عن سيلتيك في الدوري بفارق 13 نقطة وخسارته أمام سانت ميرين وخروجه من كأس اسكتلندا. خوسيه ريبيريو تحدث في تصريحات عبر فيديو على الصفحة الرسمية للأهلي: أشكركم على حضوركم اليوم، هذا يؤكد لي أننا عملنا كفريق، جئتم لتودعوني وتودعوا زملائي الذين عملوا معي، بدأنا مشروعا لكن النتائج لم تكن كما كانت تنتظرها الناس، حاولنا العمل باحترافية وبكل الحب، قدمنا كل قوتنا وجهدنا لخدمة النادي، والمهم في النهاية مصلحة النادي، واللي يهمني أن أرحل من هنا وأنا قد تركت الذكرى جيدة، وطبعا في النهاية النادي أهم من أي شيء، كل واحد منا يضيف للنادي شيء بسيط، لن ننظر لأنفسنا بل لمصلحة النادي. تواجدنا هنا كان لمساعدة اللاعبين ليكونوا في أحسن شكل وينافسون بقوة ويكونون على قدر القميص الذي يرتدونه، كملوا كل شيء سيكون جيد، هذا قدر وهذه الحياة تستمر ولا تقف. شكرا. دي كانت كلمات خوسيه ريبيريو بعد ما ودع النادي الأهلي اللي ما عملش أي حاجة
حاجة مع النادي الأهلي، ولا شكل ولا لون ولا طعم. ومن الأخبار المثيرة أيضا الأهلي يكرم ريبيرو بعد رحيله. مصادر: النادي الأهلي أقام للإسباني خوسيه ريبيرو وجهازه الفني احتفالية وداع بالإضافة لتكريمه وطاقمه، وذلك بوجود المدير الرياضي والإداريين وعمال النادي عليه مش عارف. وفي وقت سابق تلقى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي دعوة من جانب محمد يوسف المدير الرياضي للنادي لزيارة مقر النادي في الجزيرة. محمد يوسف أبلغ ريبيرو بالحضور لمقر النادي هو وجهازه المعاون من أجل توديعه بعد توجيه الشكر إليه. ده بعد ما أعلن الأهلي بالأمس إقالة خوسيه ريبيرو بعد توليه تدريب الفريق الأحمر منذ 3 أشهر، وده زي ما انتم عارفين بسبب سوء النتائج. وأيضا الأهلي يفاوض الألماني روجر شميت لخلافة ريبيرو. بالنسبة للسيرة الذاتية لروجر شميت البالغ من العمر 57 عام، سيرة ذاتية جيدة جدا، فقد ولد في مدينة كريسبي الألمانية عام 67. قاد باير ليفركوزن في الدوري الألماني قبل أن يضيف إلى خزانته كأس الاتحاد الصيني مع بكين جوان في 2018، وترك بصمة في الدوري الهولندي بالفوز بكأس هولندا مع بي اس في اندهوفن في 2022، وأصبح أول مدرب ألماني يحرز لقب الدوري البرتغالي الممتاز مع بنفيكا في 2023. وكان قد دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع الألماني روجر شميت لتولي تدريب النادي الأحمر خلفا الأسباني خوسيه ريبيرو. فهل روجر شميت هيكون مدير فني للنادي الأهلي؟ شوبير مدرب الأهلي الجديد ثمنه غالي ولا أنبهر بالأسماء. شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: إدارة الأهلي كانت متعجلة جدا على التعاقد مع مدرب أجنبي، لكن هذه المرة بيدرسوا الأمر جيد جدا حتى لا يقعون في الأخطاء السابقة. بالنسبة لسعر المدرب الجديد، نعم هيكون غالي جدا، وهذا طبيعي لأن المشروع السابق مع ريبيرو لم يكن مجديا، ولذلك النادي يسعى الآن لنحو خيار أكبر وأكثر خبرة. بالنسبة لي موضوع الأسماء لا يثير إعجابي كتير. على سبيل المثال إذا ذكر أحدهم أسماء زي هرنان أو تشافي أو هرنانديز فهذا لا يبهرني، فالموضوع ليس مهما بالنسبة لي، لكني أذكر الأسماء فقط حتى لا يظن أحد أنني أقترحها رسميا. ده كلام كابتن أحمد شوبير. ده كان ملخص سريع لآخر أخبار النادي الأهلي. لا تنسوا عمل لايك لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.